هلو جايز، جيتكم اليوم بقصة جديدة. أنا طفلة ينقال ظلمته وعندي 24 سنة، وكنت ناقلة من المدرسة. أنا 24 سنة قاعد مكلفة على المدرسة يا خير. نبي عمي عتلان على في الترمينال عليت 6 شيم كتفة ولا تروافوا يا غير. ما كنت مديكوراجي، ما بيا بحب القراية، بيه اللي عني لا روايات وخضني من الدار. أنا قاعدة قراية ميزانة عن شي يا غير. الاختيار عن قاعدة بالدار نص المطرح وشوف بيلي يعني بالكارتشي ملياسة بشي ما نقدر نعدلو. بيلي يعني عندي بروفيل رجاج محترم يقعد الكارتشي لابس سيف قاع لابس سيف نوخا واحد بوشي بيه دايما ناطر على لباسي بعد يعني محترمة. وتو عندي صاحبة واحدة ينقلها السلم، هي صاحبتي قريتي نمشيو بلاصة ونجو بلاصة. وكان يجيني رجاج واحد ينقال أحمد وميتة بيا استو لا نقول أحمد وموت. يا غير مشكلة أحمد عنه معلم وأنا هي ما يشدوه من المعلمين، وأنا ذاك نعرفه يا غير قايلة معني يوم اللي هي معني قد حارب ذي الرواية نتقلب على ذي الروايات يا غير. وتو المهم عنا أولاد ولنا عني مرة وتشجعت منه وقلت لها صاحبتي وقالت لي صاحبتي طيحي وطيحته. وتوفيق رد على بها لا أنا وهي ما عالم بها ريقاش. وتو مهم ورا ذاك عقبة انقضت المدرسة وعطينا واحدة في الدار وذاك النوع. قلت مهم يعني قررت عني قلت يعني يجي يشدني وجا هم يشدني قال ما قبل رد قال هذا كلامهم يوم يسداوا كلامهم اليوم يعني أنا معلم ما يشدني على أخبار قاعد من الشرطة من الناس ومن كذا شدها معلم. وفات المد على ذاك لقيت صاحبتي وهواي منه بكيسين ذاك قلت له يعني ما قد نوع منه. تميت ذا مع مضيت سنة معاه ولاد مولانا عني. خرجتني نفس القضية اللي خرجتني المرة اللي فاتت وقست مرة صاحبتي وصاحبتي عملت لي نفس الرواية وقالت لي صار لي مرة حاد بيم يعني قبل توفي منه. مشيت عمودي وفيت منه تأزمت حاد. وشوف يا أخي عرفت عن الأول خالد وأنا هلي ميت خلاص ما قد نوضى منهم على من التراجع وعشت حياتي وبيت منه. تميت بعد إني تعرفت على واحدين آخرين وعدنا مرة نمرق نمشي معاهم ونجي. يا صاحبتي متى راح حتى ماتت مرة حدته بيلي انقفضت المدرسة نحن كان رابط بينا دا عنجي من المدرسة وين انقفضت من المدرسة ما تجيني اعتبرني مرة مشينا ميساج مرة تجاوبني ومرة ما تجاوبني لكن أنا كم تفهمت بينا على صاحبتي وقفت معايا في السراء وفي الضراء. المهم ثم بعد يجي العيد اتحكت أنا حتى وعدلت حالتي ومشيت له صوري دارتني على استاتشيها وشافني قريب عندها ولا طرت وطلع لها وسولها عن أخباري وطلعت لي أنا قالت لي يوم شوي باي يترك واحد ولا لفظة وتتبع تقولي ذا. قلت أنا تعرف يعني أنا باكيني ما رقم العلاقة وذاك نوع من رواية ما عندي وشي قالت لي عاجي قالت لي إلا تخشي معه شي قالت لي لا تخشي معه وهو قاعد يدق ما تراي وقلت ما يراك. قلت أنا والله ما عندك مشكلة. المهم بدأت بعد نتكلم معاه شوي وهو يعني إنسان طيب يقع أحلى عاجي عندي هاك نتكلم معاه مرة نتكلم معاه ومرة نتكلم معاه عنده يعني أنا مقلية له براسي أنا ماني مقلية له براسي أنا ما ندوروتو لا مرة نضرب ويعدل لي قاية وذا كامل ولاني عاطيتو شي من أخباري ما يسولني ما قلت عني بالدار ولا يعني ما نقيس لي عراس. ونقول مرة نادرة نقول عن أبويا ما يخليني نتكلم في التليفون عني زاد عطيته توف فكرة عن يعني إنسان محترم وما نتخشش ماني قاع من طبيعة فيه وتوف. المهم عقب هو بعد أجبر الراحة وش معدل راحته هنا جيا وشافني شفته من قريب حق عنه هو قاعد شفت صور ما كان شيء عندي في الصور يعني شفته قريب روادي عنه داد ياقوت وأمين طمني معي يدال وتعرف نحن الواقع وصور مو واحد. أنا شفته من قريب عجبني وبدأ نتكلم وقال عندي يشدني قلت له أنا أعطيني الوقت لين نتعارف حتى. المهم عن مشى ومشيت أنا قلت صاحبتي دخلك بيني كامل وقريته وكذاش 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 وتوقت لي عن الصحة وفرحة ريحاته وطارت من الفرحة. وتمشي هو عني أنا هو دائما باتوا نتكلموا في تليفون ولا نتكلموا في تليفون أبي البنت كتر سي البنت كتر وليت البنت صاحبتي دائما نعود معاه في الخط حتى ما أرى تقولي كانت تي صايبة لي لكن نعرف يعني عود يعني عرفتك بيه تقولي ذاك عندك معناها تضحك
وأنا ضابطة نعرف أنا ما تضحك غير عادي صاحبتي كانت معايا في السراء والضراء ونعرف إن أنا ما تتعدى لي الشي قواها وتو المهم عاد هو دايما يتكلم معايا تمدا يشكرني 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 أنا تعبت كيف تشي أنا يعني أنا ما نسدر ولا نحرق وأنا هي تمدا شعور العريس وتمدا تسدر رجال تامية عدا يشكرني وفعلا يعني أنا دين وفيت من ذيك الحياة وفيت منها أني ريت وفيت من ياسر من الحياة وفيت من ياسر من التخشاش يا أخي المشكلة يعني ما كنت قلت له حقيقتي يعني ما قلت له هذا هو اللي كذبت عليه أنا فيه أوتو عقبنا بقى خطبنا وقبضنا ميعاد قريب أنا ينتخيموا فيه وني عاد ميعاد اللي قرب حتى أنا دائما دي داير عليا بريسيون عني أنا ماني عازبة وأنا بتقولوا علي أنا ما نحرق ولا نعدل ولا نعدل كوماني رارق ايش يردني وانا من عندي يكون صاحب شي وشي ديتها صاحب وذا كم مقدر عليه قالت لي صاحبتي انا قالت لي ماذا نختار نفتحك في الموضوع يا قال قالت لي انا نقول لك لا رواية حتى قالت لي فين اللي تقولي له حقيقتك والله انا نقولها له انا والله اخصى شنو معنى قالت لي انا قالت لي تقولي له عنك ما انك كذاش ولا انك كذاش ولا انك كذاش والله ما ادري نقولها له انا ولا يشدك وقالت لي اللي دله كامل عن جو تعرف انا ما قطيني قسنا بلاصه كابشي لا تكلمنا ولا كامل نعطيها كامل بلا دله قلت أنا ما نعرف إذا نعدل ما نعرف نعدل بنادم أنا عدت نبقيه ولا نختار نخسره وصاحبتي قاعدة مو عليها لا قولوا لي أنا راه الحل شنو عدل كانوا يقولوا الحقيقة أنا يعني نهاري قالوا الحقيقة اليوم مني بني يعني أنا قنعت عليه مقط قاع مقط خضم بمضار عليه ورا المغرب مش قاعد يعني نستدروا لي عدنا ما نعرف لودوا لي الحل برضه هذه كانت قصتي اليوم.